لو حاسة ان انتي شكلك مش جميل وبتقولي لنفسك ان انتي اقل من البنات اللي حواليكي، فبالله تركزي معايا وتسمعيني الدقيقتين دول. القرآن بيعلمنا حاجة مهمة جدا، ان احنا اتخلقنا في احسن تقويم. ربنا عز وجل صورنا وخلقنا مكرمين جدا. فالأصل عندنا إن إحنا تمام، مفيش مشاكل، محناش قليلين ولا شكلنا وحش. وقيمتنا عند الله ما بتتقاسش بالشكل خالص، ما هياش بالمعيار اللي انت بتفكري بيه مع نفسك. السلام عليكم، أنا أحمد، ودي حلقة جديدة من سلسلة علاجنا صورة. السوشيال ميديا الأيام دي بقت تخلي إخواتنا البنات يقعدوا يقارنوا نفسهم بالصور المثالية والصور اللي ملعوب فيها بالفلاتر. وبعد المقارنة تبدأ الأخت تقول لنفسها أنا مش حلوة، أنا ناقصة، أقل من اللي حواليا، ويبدأ الموضوع يعمل معاها مشكلة. لكن القرآن وضع معيار مختلف تماما عن اللي انت بتفكري فيه. ربنا عز وجل في سورة التين بيقسم في بداية السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ركزي الله يكرمك، ربنا أقسم بالأماكن الطاهرة المقدسة اللي نزلت فيها الرسائل على الأنبياء. أقسم بأرض الشام، أقسم بجبل الطور، أقسم بأرض مكة. طيب القسم الطويل ده ليه؟ تيجي الآيات بعدها وتبين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بيقول في تفسير الآية إن ربنا خلق الإنسان في أحسن صورة وأعدل خلق. لكن المشكلة يا أختي بتيجي منين؟ في الآية اللي بعدها: ثم رددناه أسفل سافلين. يعني الإنسان بيهبط من الذنوب والمعاصي. فالمشكلة مش في شكلك خالص، المشكلة في البعد عن ربنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقيمة في القلب والعمل. تعالي فكري معايا كده، طول ما انت قلبك مرتاح وحاسة ان انت قريبة من ربنا، عمر ما هتراودك الأفكار بتاعت أصل أنا شكلي مش جميلة، أصل أنا أقل من زمايلي. فالعلاج موجود في سورة التين، والآية في السورة بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعني المستثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل الصالح هيرفعك ويرفع قيمتك قدام نفسك. فالله يهدينا ويهدي شباب وبنات المسلمين، ونتقابل بإذن الله في حلقة جديدة وعلاجنا صورة.